بيبدأ فيلمنا مع سيلفو زعيم عصابة خطيرة جدا بتتاجر في المخدرات، وبيكون حابس شرطي علشان يعترف على مكان شرطي زميله لأنهم اتسببوا في سجنه. ولما بيرفض يعترف على مكان شريكه في القضية بيعذبه سيلفو وبيقطع صوابع ايديه الخمسة، وده بيكون مجرد تهديد بس والبداية. وبيكون مستعد يعمل أكتر من كده علشان يعرف اللي هو عايزه. وبيقول له الشرطي إنه هيقتله، فبيتريق سيلفو عليه وبيحط له المسدس قدامه وبيقول له إن ده ما بقاش ممكن بعد ما صوابعه اتقطعت. فبيخاف الشرطي وما بيقدرش يستحمل الألم أكتر من كده، وبيقول له إنه هيقول له مكانه لو سابه يعيش. فبيقول له سيلفو بخبث إنه مش هيقتله. ولما بيعرف المكان اللي هيلاقيه فيه بيعذبه لحد ما بيخلص عليه. وفي مكان تاني بنشوف واحدة اسمها كارينا في شغلها في المطعم البسيط اللي بتاخد منه راتب قليل، ولكنها بتكون مضطرة تشتغل فيه لأنها متعافية من الإدمان ومحدش بيثق فيها. وبتكون بتقطع الخضار وهي بتتفرج على التلفزيون، وبترن عليها واحدة اسمها رينيه. وبتكون رينيه صاحبتها وبتقول لها إنها حاسة إنها تنتكس وهتشرب مخدرات دلوقتي. وبتعرفها إنها اتصلت بماتس اللي هتشتري منه المخدرات، فبتقول لها كارينا تفضل مكانها وهي هتجيلها، وبتلبس شنطتها وبتخرج من الباب الخلفي. وبتكون مش عاوزة روكو المدير يشوفها، وبتاخد عربيتها وبتروح لها بسرعة وبتفضل جنبها وبتشجعها إنها ما تشربش تاني. لكن ماتس بيجي وبيقول لهم إنهم مضطرين يدفعوا له فلوس لأنهم هما اللي كلموه. فبتديله كارينا كل الفلوس اللي معاهم علشان ما يعملش مشكلة وما يأذيهمش، ولكنه بيقول لهم إن لسه ناقص 20 يورو. وما بتلاقيش كارينا طريقة تسكته بيها، فبتديله الخاتم بتاعها وبتقوله إنه خاتم مهم بالنسبة لها. وبتقوله إنها هتجمع له الفلوس وهتديها له لو صبر عليها شوية لأنها عايزة الخاتم ده. فبيوافق ماتس بصعوبة وبيمشي، وبيرن روكو عليها فبتقول لرينيه إنها لازم تمشي دلوقتي، وبتقول لها تتصل بيها في أي وقت. ولما بترجع للشغل تاني روكو بيقابلها وبيزعق لها وبيقول لها إن هو الوحيد اللي وافق يشغلها، وإنها لو غلطت أي غلطة تانية هيطردها. وبيقول لها تيجي الشغل الساعة 6 الصبح. ولما بتحاول كارينا تقوله إنها بتشتغل بالليل علشان تاخد بكرة أجازة علشان تستقبل بنتها في المطار وتقضي معاها اليوم، بيرفض. وبيقول لها تستقبلها في المطار وترجع للشغل في ميعادها، وبيسيبها وبيمشي. وبتتصل بيها بنتها وبتقول كارينا تاخد بالها من نفسها وما تثقش في أي حد غريب، وبتوعدها إنها تستقبلها في المطار الساعة 5. وبتقول لها إنها اتغيرت فعلا وبقت شخص كويس. وبتفضل كارينا تشتغل لوحدها لحد ما بتخلص كل الشغل، فبتقفل باب المطعم وبتخرج علشان تروح. ولكن لسوء حظها بيكون في مطاردة ما بين أفراد عصابة في نفس الوقت ده قدام المطعم. وبتشوف واحد من العصابة بيقتل شخص تاني وبياخد منه شنطة، فبتركب عربيتها بسرعة علشان تهرب. ولكن القاتل بيفضل يضرب عليها رصاص وبيركب عربيته وبيطاردها. وبتكون كارينا خايفة تتورط معاهم وعايزة تهرب بأي شكل، ولكن في شاحنة بتطلع قدامهم فجأة فبيتقلب الشخص اللي بيطاردها بعربيته. والعربية بتولع والشنطة اللي معاه بتتحرق وبتتصاب كارينا في راسها. ولما بتفوق بتكون مش مصدقة اللي حصل، وفجأة بتلاقي الشخص اللي بيطاردها مع المسدس جنبها وبيركب العربية معاها وبيجبرها تسوق العربية. وبيكون مصاب وبيقول لها تمشي من الشوارع الجانبية علشان ما يظهروش في كاميرات المراقبة. وبيهددها إنه هيقتلها لو حاولت تهرب منه أو طلبت مساعدة الشرطة. فبتخاف كارينا وبتسمع كلامه وبتقوله إنه محتاج يروح للمستشفى. ولكنه بيرفض، ولما بيبعدوا عن المكان بتطلب منه يسيبها تمشي، ولكنه بيقول لها إنها هتموت لو عملت كده. هو بياخد محفظتها وبيعرف عنوانها وبيخليها تقف قدام صيدلية وبيديها سماعات وبيتصل على تليفونها. وبيقول لها تدخل الصيدلية وهو هيعرفها تجيب ايه، وبيهددها بالمسدس علشان ما تهربش. ولما بتدخل الصيدلية بيخليها تشتري لزق للجروح ومعقم وكحول. ولما الدكتورة بتحضرهم بيقول لها تطلب منها حقن بنزوكين. فبتحس الدكتورة بحاجة غريبة وبتسألها الحقن لمين. فبيخليها تقول لها إنها تنظف بيها الجرح اللي في دماغها، فبتقول لها الدكتورة إنها محتاجة تروح المستشفى. ولكنه بيهددها إنه هيقتل الدكتورة لو خرجت من غير الحقن. فبتقول لها كارينا إنها ما عندهاش وقت تروح المستشفى ولازم تروح الشغل بسرعة، فبتسألها الدكتورة لو كانت واقعة في مشكلة. فبتشاور لها كارينا علشان تفهم إن في حد بيراقبها، وبتقول لها إنها وقعت من على السلم علشان ما يشكش فيها. وقبل ما الدكتورة تطلب المساعدة بيضرب رصاصة عليهم وبيقول لها تجيب الحقن وإلا هيقتلهم هما الاتنين. فبتترجى كارينا الدكتورة تديها الحقن، ولما بتاخدهم منها بتعتذر لها وبتمشي.
ولما بتركب العربية بيقول لها تسوق بسرعة وتروح بيتها، ولما بيوصلوا بيكون في أشخاص كتير قدام السكن فبيقول لها تمشي جنبه لحد ما بيطلعوا البيت. ولكن صاحبة البيت بتلاحظ آثار الدم قدام شقتها وبتخبط عليها، فبتقول لها كارينا إنها جرحت نفسها في الشغل وما بترضاش تفتح لها الباب، فبتقول لها إنها ترجع تاني الصبح علشان تنظف الدم وبتمشي. وبيقول القاتل لكارينا تنضف له الجرح، ولما بتمسك الحقن بيقول لها إنها من طريقة مسكتها للحقن واضح إنها مدمنة، فبتديله الحقنة بقوة وبتخليه يتألم، وبيقول لها تقص هدومه حوالين الجرح. ولما بتمسك المقص بيقول لها إنها حتى لو طعنته بيه مرة أو اتنين هيقدر يقتلها، وبيوصف لها تعمل إيه علشان تخرج الحديد اللي دخل في جسمه. ولما بتعمل كده بيصرخ بصوت عالي من الألم، فبترجع جارتها وبتزعق لها بسبب الدوشة اللي بتعملها، وبتقول لها إنها لو ما فتحتش الباب هتتصل على الشرطة، وبيهددها القاتل إنها لو ما مشيتهاش هيقتلهم مع بعض. فبتقول لها كارينا إنها مش هتفتح علشان خصوصيتها، فبتقول جارتها إنها مش مطمنة للشخص اللي معاها وبتمشي. ولما بترجع كارينا القاتل بيطلب منها لبس جديد، فبتجيب له لبس من هدوم طليقها وبتقول له إنه بقى أحسن ويقدر يمشي، وبتحلف إنها مش هتقول أي حاجة حصلت لأي حد. فبيقول لها إنه كان مطلوب منه يوصل الشنطة اللي كانت معاه لشخص تاني، وإنها مش هتروح لأي مكان لحد ما يقدر يصلح الوضع اللي حصل بسببها. وبتلاحظ كارينا شارة الشرطة اللي معاه وبيرن تليفونه برقم مجهول، فبيقول لها تروح تغير هدومها وبيرد على التليفون وبيكون سيلفو وبيقوله إنه كل حاجة تحت السيطرة، ولكنه بيطلب منه وقت زيادة. فبيقوله سيلفو إن مفيش وقت زيادة وإن آخر وقت ليه هو الوقت اللي اتفقوا عليه وهي ساعة واحدة بس، وبيقفل في وشه. فبيفضل يخبط في كل حاجة، ولما بتحاول كارينا تهرب بيضرب رصاص فوق راسها بالظبط فبتقعد مكانها. وبيسألها القاتل هي سمعت ايه، فبتقوله انها عرفت ان في حد تاني بيتحكم فيه. هو بينزل معاها تاني وبيقول لها ان الشنطة كان فيها هيروين ب400 ألف يورو، فبتستغرب ازاي شرطي بينقل مخدرات لعصابة. فبيقول لها انه فضل 5 سنين بيحاول يجمع أدلة علشان يدين سيلفو ويسجنه، وفعلا نجح وعمل كده. ولكنه لما دخل السجن ابنه مسك مكانه وسيطر على المدينة واتقتل من عصابة تانية. وبعدين سيلفو خرج من السجن من شهور، ومن وقتها بيطارده وبيلومه على وفاة ابنه، وعذب شريكه في القضية لحد ما قتله علشان يعترف على مكانه. وبيقول لها انه بيطارده لانه عاوز يعوض كل الفلوس اللي خسرها وهو في السجن. فبتقوله كارينا انها كانت مدمنة لمدة سنة ومش عايزة تساعد اي شخص بيخلي الناس مدمنين، ولكنه بيقول لها انها ما عندهاش اي اختيار تاني، وبتكون الساعة 4:30. ولما بيوصلوا لمكان بيبيع المخدرات وبيقول لها إنها تنزل تطلب منهم هيروين، وبيقول لها إن لو طلبوا منها الفلوس الأول مش هتدفع. فبتقول له إن ده مستحيل، فبيديها السماعة تاني وبيقول لها ما تفكرش تهرب. فبتنزل كارينا وبتقرب من الأشخاص اللي بيبيعوا المخدرات وبتطلب منهم هيروين، فبيتريقوا عليها وبيسألوها معاها فلوس ولا لأ، فبتوريهم الفلوس وبتخبيها تاني. ولما بيطلب منها الفلوس مقدم بتقوله إنه هياخد الفلوس لما يجيب الهيروين. وبيحط واحد منهم السكينة على رقبتها، فبتقوله إنه لو عمل لها أي حاجة صديقه هيتقتل. وبيكون القاتل موجه عليه المسدس، فبتقول لهم إنها بتشتري لحد تاني ولو ما أخدتش الهيروين هيموتوا. وبيقول لها باولو قدامهم 10 ثواني بس أو هيقتلهم كلهم. فبيقول لها إنه هيجي بعد 10 دقايق، فبتقول لهم إنها تستناهم في العربية. وبتوصل لها رسالة من بنتها، فبياخد باولو التليفون منها وبتترجاها كارينا يسيبها تروح تستقبل بنتها في المطار، ولكنه بيرفض وبيقول لها تسوق ورا الشخص اللي رايح يجيب المخدرات. وبتفضل كارينا سايقة وراه لحد ما بيوصلوا لجراج، وهناك بتشغله وبتشيل حزام الأمان بهدوء وبتنزل من العربية بسرعة. هو بيضرب عليها رصاص ولكنها بتستخبى منه وبتقدر تهرب. فبيرجع باولو للعربية ولكنه بيلاقي تليفونها ووصلت لها رسالة من بنتها وبتقول لها إنها وصلت. فبيسألها عن رقم الرحلة وبيقول لها إنها مش هتقدر تيجي، ولكنها تبعت صديقها باولو وبيبعت لها صورته وبيبص على صورة بنتها. وبيستغل شغله وبيطلب من زميله ويعرف كارينا هتبلغ عنه فين، وفعلا كارينا بتوقف عربية شرطة وبتحكي لهم كل حاجة. وبيقولوا لها إن بنتها الشرطة هتاخدها وبيخلوها تستنى معاهم في عربية الشرطة. وبيتصل صديق باولو بيه وبيعرفه مكان كارينا وبيقوله إنها مع شرطية مبتدئة على الطريق وهو خلاها تستناه. فبيروح باولو لبنتها في المطار وبتكون مستنية مع أمن المطار، ولكنها لما بتشوف باولو بتشك فيه وبتجري منه، وبيجري وراها شرطي المطار وباولو وبيشك شرطي المطار في باولو. فبيرفع السلاح عليه ولكن باولو بيقدر يمسك البنت وبيهدده إنه هيقتلها، فبيسيبه ياخدها.
وبتفتكر البنت إنه خطفها علشان يطلب فدية، وبتعرفه إن والدتها مش معاها أي فلوس، ولو كان خاطفها علشان الفدية يطلبها من والدها علشان هو غني. وبتكون كارينا قلقانة ومش عارفة الشرطية مستنية إيه علشان تتحرك. وفي نفس الوقت ده بيروح لهم باولو، ولما بتشوف بنتها معاه في العربية بتقول للشرطة اللي معاها. ولما واحد منهم بيروح يجيبها بيرفع عليه السلاح وبيهدد شريكته بإنه هيموته لو ما حطتش المسدس على الأرض. وبياخد مسدسها وبيخرج كارينا من العربية وبياخدها لعربيتها عند لوسي بنتها. وبيقول لها تركب العربية، ولكنها بترفض تركب قبل ما يفك إيدين بنتها. فبيهددها بالمسدس، ولكنها ما بتخافش وما بتتحركش غير لما فكها. ولما بتركب بيخليها توصله عند سيلفو، وبيقيد ايديها في العربية وبياخد المفتاح وبينزل يقابل سيلفو وبيخلي رجالته يضربوه. وبياخده لوسي منه وبيقول لها سيلفو ان مفيش حد هنا هيأذيها، وبيعرفها ان باولو اسمه الحقيقي كوفيك. وبتفضل كارينا في العربية لوحدها، وبيرجع لها باولو من غير بنتها وبيقول لها انها مش هتشوف بنتها تاني لو ما ساعدتهوش يرجع المخدرات. فبتنهار كارينا وبتقوله انها مش هتتحرك لأي مكان من غير بنتها. فبيزعق لها باولو وبيقول لها انه لو ما كانش عمل كده سيلفو كان هيقتل ابنه. وبيقول لها ان هو كمان مضطر، وبيقول لها انه قدامهم ساعة واحدة بس. فبتطلب منه يفك ايديها ويديها تليفونها، وبتتصل كارينا بماتس وبتقوله انها معاها فلوس وعايزة تقابله. وبتاخد باولو وبتروح له، وهناك بيعرفوا باولو انه شرطي وبياخد سلاحه منه، وبتقوله انه هيوصلهم بمستودع المخدرات بتاعه والا هيقتله. وبياخدهم ماتسو، ولكنه بيقول لهم انهم مستحيل يخرجوا عايشين. وبيعرفهم ان في حراس كتير معاهم ومعاهم اسلحة حقيقية. فبيدي باولو سلاح ماتس لكارينا علشان تحمي بيه نفسها. وبياخدهم ماتس المستودع، وبتقوله كارينا انها تراقبه ومسدسها هيكون عليه لو عمل اي حاجة هتقتله. وبيقدر يدخلهم من البوابة، وبيقول لهم انه جاي يقابل ماريا علشان يدخلوه. ولكن لما بينزلوا المستودع في حد من الحراس بيقتل ماتس، والحراس بيطاردوا باولو وكارينا. ولكنهم بيقدروا ينقذوا نفسهم منهم. وفي الوقت ده بتاخد ماريا شنطة الفلوس علشان تهرب، وبتجري وراها كارينا وباولو لحد ما بيدخلوا الحمام. فبتقف ماريا لان مفيش اي مكان تهرب فيه، وبتقول لها كارينا انهم مش عايزين يقتلوها، وبتنزل سلاحها على الارض وبتعرفها انهم بس عايزين الشنطة. وبتقول لها ان حياة بنتها معتمدة على الشنطة دي، فبتقول لها البنت انها تسيب لهم الشنطة مقابل انهم يسيبوها تخرج. فبتوافق كارينا وبتخليها تخرج، وبتاخد الشنطة وباولو وبيمشوا. والشنطة ما بيكونش فيها غير 100,000 يورو بس، وهيروين وحقن بدوكين. ولكن كل ده ما بيكونش كفاية، وبتسأله كارينا لو ينفع يودوا الحاجات دي لسيلفو ويطلبوا وقت زيادة لحد ما يجمعوا الباقي. فبيقول لها انه مش هيوافق يعمل كده، فبتقوله انها خذلت بنتها طول حياتها ولكنها مش هتعمل كده تاني. وبيتفقوا على خطة يعملوها مع بعض، وبيدخل باولو بالعربية وبيقول لهم ان المخدرات في شنطة العربية. ولما بيسألوه عن كارينا بيقول لهم انه اضطر يتعامل معاها وهي كمان موجودة في شنطة العربية. ولما بيروح علشان يتأكد بيضرب باولو عليه رصاص، وبتخرج كارينا بسرعة وبيوجهها باولو تعمل ايه علشان يتخلصوا من العصابة. وبيقدروا يقتلوا الحراس وبياخدوا سلاحهم، ولكن سيلفو بياخد الأولاد علشان يهرب. فبيتصل باولو بلوسي علشان يعرف مكانها من صوت التليفون. ولما بيرن بيسمع صوته فعلا وبيوصل لهم، ولكن سيلفو بيضرب عليهم رصاص فبيستخبوا. وبتصرخ لوسي علشان والدتها تساعدها، وبياخد سيلفو الأولاد وبيخرج من المكان. ولما بيخرجوا وراه بيقول لهم يسيبوا سلاحهم وإلا هيقتل ولادهم. وبيدخل الأولاد عربيته وبيكون هيتحرك، ولكن باولو بيجري عليه علشان ما ياخدهمش فبيضربه بالرصاص وبيوقعه. وبتستخبى كارينا علشان ما يشوفهاش، ولما بتيجي تضرب عليه بتكتشف إن الطلقات خلصت. وبيدور سيلفو عليها فبتيجي من وراه وبتطعنه بحديدة وبتجري للعربية. وبتوصل الشرطة في نفس اللحظة، وبيكون سيلفو هيقتلها ولكن الشرطي بيضربه رصاصة في كتفه وبيوقعه على الأرض. وبتجري كارينا تطمن على بنتها بسرعة، ولكن سيلفو بيقوم وبيقتل الشرطي وبيكون هيضرب كارينا. ولكن باولو بيقدر يضربه رصاصة أخيرة، وبتاخد كارينا بنتها للبيت أخيرا. وبتفضل شنطة الفلوس معاها. وبعد 6 شهور بتقدر تفتح مطعم وبتكون سعيدة أخيرا مع بنتها. ولكن المفاجأة إن سيلفو بيكون عنده بنت وبترجع علشان تنتقم لباباها. ولحد هنا بينتهي فيلمنا النهاردة، وبيعلمنا إن نهاية الشر دايما وحشة. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا ايه الافلام اللي حابب اننا نلخصها لك.